اتبعت لي كذا سؤال لما قلت ان احنا هندخل لايف. ليه انا ببتدي الدايت ومش بعرف اكمل؟ فدي كان سؤال من ضمن الاسئله اللي كانت مشتته الناس كتير. بصوا، كتير قوي لما بيجوا لي العياده الناس طبعا بتكون جربت مره واثنين وثلاثه وراحوا وجم وعملوا كذا حاجه وابتدوا وما عرفوش ان هم يستمروا. فدي مشكله من ضمن المشاكل. ليه انا ببتدي ومش بعرف اكمل؟ فده سؤال. في سؤال تاني، ليه بيحصل بعد شويه ثبات في الوزن؟ انا بنزل وبعدين اجي عند نقطه الميزان يقف خالص ومش عايز ينزل، ميزان ومقاسات او ايا كان الموضوع. في ناس كمان بتجيلي بتحصل حاجه انه بيبتدوا او اول حاجه بيبقوا عايزينها هي عايزين الحقن او الادويه. يا دكتور عايزين ادويه تساعد معانا. طب تعالوا بس نبتدي كده الاول وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل. لا، الناس بتبقى جايه عايزه انه يا دكتور عايزين حقنه، عايزين حاجه تساعد. بصراحه ببقى مش اول حاجه ببقى مرشحاها او عايزاها تحصل ان احنا نبتدي بحقن. ببقى نفسي نمشي طبيعي حتى شهر، يعني انا ببقى عامله باكج. فمثلا ببقى عايزه نمشي شويه شهر، اديني بس شهر او اسبوعين ايا كان، نمشي ونشوف. لقينا في مشكله، تمام نعالج. مفيش مشكله، خلاص تعالى نكمل بنفس الفكر. طيب الناس ابتدت تدخل. اهلا بيكم، اهلا وسهلا مونيكا، اهلا بيكم. دي انا ببتدي الدايت ومش بعرف اكمل. طيب في كذا سبب بتحصل. اول حاجه انه انا جايبه مفاهيم من كذا فكره في الدايت وبقول ان هو دي احسن فكره، او ان انا بجيب شويه معلومات، بجمع معلومه من هنا على معلومه من هنا على معلومه من هنا وبعدين مونيكا حاضر هنجاوب على الاسئله حاضر. لا، بالنسبه للحقن ملهاش اي. بصي، حسب. لو انا عندي تاريخ عائلي من الغده بتبقى عايزه لها بس ان احنا نطمن انه مفيش مشكله ممكن تحصل بيها. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا مونيكا، انه ناس كتير صدقيني عدد كبير قوي وناس صغيره وكبيره، في ناس شايله الغده وفي ناس بتاخد علاج والاقي الدنيا ماشيه كويس جدا. وزي ما بقول لك، احنا لما بنمشي شويه والاقي انه عندنا مشكله ممكن ندخل بعد كده حقن. لكن تعالى نجرب في الاول دايت محترم بكميات كويسه مناسبه ليكي بالوزن والطول ويومك وقاعده في البيت ولا بتتحركي ولا بتشتغلي. كل الحاجات دي مهمه جدا. فعشان كده احسن حاجه، احسن سيتويشن ان احنا نجرب مره واثنين وثلاثه. فشلنا بكل الطرق وحاولت معاكي كذا مره وفعلا وصلنا لحته سد، انا اللي بقترح عليكي لا تعالي نتحرك ناحيه الحقن. بس من فضلك بلاش اول حاجه نروح لها الحقن. انا عارفه ان انتوا بتبقوا جربتوا كتير قوي لوحدكم او مع دكاتره تانية. انا بصراحه ببقى مش عارفه هما مشوا ايه، بس صدقوني ناس كتير من اللي بتبقى ماشيه صح معايا بصراحه بنوصل، يعني بنوصل لان الدنيا تبقى كويسه. حد او اتنين هو اللي احتاجنا بعد كده لحقن، مش كتير، مش عدد كتير خالص. يعني رديت على سؤالك؟ ثواني. لا ما تقلقيش، لو الكانسر عادي لا ما فيش مشكله خالص في الحقن. الحقن هايله وممتازه واختيار هايل، ومن ضمن الحاجات اللي نشكر ربنا عليها بجد في التطور اللي حصل في التغذيه. حقن دي من الحاجات الحلوه جدا، لانه ارتفاع الوزن بصوره كبيره جدا بيأثر على كل حاجه بصراحه. فمن ضمن الحاجات اللي بنبقى عايزين فعلا نعالج بيها الشخص وبسرعه، زي ما بقولك لو ما نفعتش بكل العلاجات او بكل الطرق بتاعه الدايت اللي بنعملها، لا يعني احسن حاجه عشان صحيا اوزمبيك ممتاز، اوزمبيك حلو قوي، وجوفي ممتاز قوي. بعد كده اكترهم او يعني اقواهم قوي مونجارو يعني مش بحب نبتدي بيه بصراحه في الاول. بحب نبتدي اوزمبيك او وجوفي وبعدين ممكن نكمل مونجارو لو ما نفعش الاثنين دول، او لو وصلنا لغايه اعلى جرعه فيهم هما الاثنين بعد كده ممكن نبتدي بمونجارو. يعني كذا حد عملنا معاهم كده. يعني في ناس عملنا ساكسندا يعني كانت بالنسبه لهم ميه شويه، بس ده اكتريتهم الولاد بصراحه. خلصنا الساكسندا ايام ما كانت يعني كانت موجوده ومتوفره. بعد كده خلصناها اعلى جرعه وبعدين دخلنا بعد كده على المونجارو. ماريكا انتون دايت، يعني قولي لي عملتي كذا مره دايت او
يعني جربتي طرق عاديه خالص يعني بالاكل؟ تحاليلك كويسه والفيتامين وكده؟ اوكي. على فكره ماريكا ساعات بيكون قله الاكل، يعني انا هقول لك على حاجه من ضمن الحاجات ان انا مش باكل كتير، صح؟ انت كان قصدك كده في الجزء اللي فوق. بيجي لي ناس زي ما بقول لك، انتوا يعني ليه الناس بتروح لدكتور الدايت؟ هي بتكون جربت كل حاجه خلاص. انا بتجيلي ناس بيقولوا لي يا دكتور احنا مش بناكل ومش بنخس. على فكره دي برضو مشكله. ساعات لما مش بدي لجسمي الاحتياج بتاعه، ما تقوليش كده بس، انا لسه صغنن. لا صغير. ساعات لما مش بدي لجسمي احتياجه اللي هو عايزه، نسبة بروتين كويسة، نسبة نشويات، نسبة دهون صحية، خضار، فاكهة، لو في عندي نقص في فيتامين دي، لو عندي انيميا، لو كل الحاجات دي تعطل النزول. لما بحط لهم نظام حلو بحسب عدد وجباتهم وظروف شغلهم ونزولهم وكده، يعني مثلا حد ما بياكلش خالص، حد كان جاي لي بتقولي ما باكلش يا دكتور خالص وما بنزلش، باكل وجبه واحده بس وبالليل بقعد انقنق شويه حاجات. طبعا نقنقت شويه الحاجات دي ممكن تكون مشكله كبيره يعني. لما حطينا نظام كويس، لما عملنا تحاليل، لقيت الانيميا في الارض، فيتامين دي في الارض. الانيميا كانت عاليه جدا، انا مش فاكره الرقم بس انا فاكره ان انا اتخضيت منه قوي لدرجه ان انا قلت هي ازاي قاعده عادي، يعني ازاي بتتحرك وبتروح شغل وبتجيلي بعدها العياده فكنت هتجنن يعني. فلما ظبطنا الحاجات دي اول اسبوع، لما دخلت اكل بس هي زودت الكميات مع نفسها ما لقيناش نزول، لما فهمتها تاني الجدول ماشي ازاي، تاني مره لقيت نسبه نزول كويس، البنطلونات ابتدت توسع، كان الموضوع مختلف خالص. وده اللي بيتكرر مع كذا حد. انا مع نفسي بقوم شايله كل الاكل او حسب الترندات اللي طالعه، بص يا دكتور انا مش شايله اللبن وشايله النشويات شايلين كل حاجه، الناس شايله كل حاجه. طب وبعدين مفيش، مش لاقيين اي حاجه.